مهم. وهو اصلا نيته باينه من البدايه ان هو مش داخل يحجز، هو داخل وانا مضطره اكمل المكالمه. لو هو طول انا اعمل ايه عشان اخرج بسياكه من وقفه؟ اعمل ايه؟ خليكي واضحه جدا في كل حاجه، اي حاجه تحسيها قوليها. اعلى يعني اقول له فورمه. حضرتك مش جاد؟ لا لا لا، مش للدرجه يعني. هقول لك الفكره في يعني خط رفيع قوي بين ان انا ابقى واقعي وابقى محترم. خلاص. الواقع ناس، حتى لو انت محترم وبتقول واقع، الناس هتزعل منك برضه. ده مم. مش شيء يعني. للأسف. خلاص. بس في فرق، في ليفل للزعل. يعني ممكن اروح لحد شكله مش، يعني شكله مش حلو، اقول له انت قبيح. واقع. ده على فكره دي طريقه الامريكان. هم كده، الامريكان بيتعاملوا كده دايما مع اي حد. خلاص. او اقول له وليكن هنعمل اعلان وهو شكله ما ينفعش، مش بريزنتبل. والله انت ما في عندك مهارات مثلا للبادي لانجوج بتاعتك محتاج تطورها لسه قبل ما تطلع. فانا شايف ان احنا ممكن نجيب حد تاني مؤقتا على ما يعني تطور نفسك مثلا. وات ايفر، يعني مش هقول له انت وحش. اهو في احترام وفي واقعيه. هيزعل هيزعل، كده كده هيزعل، الواقع بيزعل. كان بيقول لك يكفي أيوة. لاهانه بعض الناس انك تقول لها الواقع بتاعها. بعض الناس بتجيت اوفندد، تحس بالاهانه لما تقول لها الواقع بتاعها عامل ازاي. خلاص كده. طيب نرجع للنقطه بتاعتنا. انا دلوقتي في مكالمه مع عميل، خلاص كده، وحسيت والله ان هو مش كواليفايد. محمد والله انا اسف، بناء على الاجابات اللي انت قلتها لي انا مش حاسس ان هقدر اساعدك دلوقتي. فمضطر ان احنا ننهي المكالمه في الجزئيه دي. تمام. ليه ومش عارف ايه والله زي ما قلت لك قولي له السبب. انت جاوبتك مثلا سؤال تاني، سالتك السؤال بتاع مين البيزنس بارتنر بتاعك، ومين يعني بتديروا الدنيا ازاي مع بعض، اداره القرارات عندكم ماشيه ازاي. وانت ما كنتش واضح معايا في حاجه زي كده. فانا حاسس ان انت لو انت ما بقتش واضح معايا في حاجه زي كده، انا مش هعرف مين اللي هياخد القرار معاكم النهارده، او معايا انا النهارده على الاقل. فمش شايف ان انا هعرف اساعدك والله مثلا. او شايف ان انا محتاج اعرف معلومات اكتر في الحته دي وانت مش عايز توضحها لي. فلو مش عايز توضحها لي فخلاص، مش شايف في داعي ان احنا لازم نشتغل يعني.